الوطني وقلة تركيزهم. لذلك لازم نحطوا شوف باش تتطور وباش تتقدم نحو الأمام لازم تعرف الواقع تاعك. ما تحش روحك نتايا راك البرازيل وراك تخسر مع غينيا. تا الجزائر خارج من كأس افريقيا، صح كنت نتايا راك في المركز الأول في التصفيات، بصح في كأس افريقيا في الدورة المغلقة اخي العزيز الدور الأول غادرت كيما الدورة اللي قبلها. الدور الأول غادر تشابه امين. دور الحافز هذا حافز وحده كأس العالم امين. لو كان انت لعبت البارح يكون عندك حافز انك راح تشارك في كأس العالم. كاين لاعبين ما شاركوش في كأس العالم امين. وين كان الحافز امام الكاميرون؟ علاش ما رحناش؟ كان كاين حافز، ما شفناش منتخب شفنا منتخب يلعب حاول حتى الدقيقه 120 امين. البارح ما شفناش منتخب. ميدو قال لك شفنا لاعبين باردين هضرنا سمعت انا المحللين امس قال لك شفنا اشباح فوق ارضيه الميدان. حتى لو تروح تسال اللاعبين يقول لك احنا امس كنا خارج الاطار، احنا كنا اشباح، احنا ما تعرفناش على انفسنا. احنا هذا ما نقوله، يجب ان نقول الحقيقه ونقولها بالفم المليان ولا نخاف في الله لومة لائم. الحقيقه يجب ان نقولها. المرة الجاية تلعب مليح نصفق لك تفوز أكيد. نبارك لك. أكيد. لكن اليوم ما لعبش مليح. شنو نقول لك ما لعبش مليح؟ أكيد. محمد هل قول أسباب لماذا ما كانوش مليح؟ الطاقم الفني والمديرية الفنية كي شافوا المقابلة أو اللاعبين يقول لك ما كناش مليح، هل كاين أسباب ولا بد كاين أسباب؟ أكيد. هل صابوا الأسباب خاطر اليوم تنين لعبوا مقابلة قالتها ما شوف ما نساوش ثاني تحدثوا تكتيكيا نحدثوا شوية تكتيكيا تكتيك محمد. ما نساوش ما نغطوش الشمس بالغربال. راه عافن كبير يحيط بالمنتخب الوطني الجزائري، راهم تصادمات كبيره، راهم تكتلات ضد تكتلات، نحبونا نكرهوا تكتلات ضد تكتلات. تكتل نهضروا الصراحه، كاين تكتل. بالامس كانوا فرحانين كي خسر المنتخب الوطني الجزائري امام المنتخب الغيني، كانوا فرحانين لاقصى درجه. ما تقدرش تصور شحال فرحوا، انصار هادو امين. انصار وكاين اللي ماشي انصار محمد. انصار صح. كاين انصار كاين صح. يعني هادو كانوا يشجعوا في الاشخاص. كانوا يشجعوا في الاشخاص كانوا يشجعوا في المنتخب. نكذبوا على روحنا. ما من الجمهور كاين بزاف البارح اللي كانوا يناصروا في غينيا. انا شفتهم بعيني كانوا يناصروا في المنتخب الغيني. الناس الجماهير اللي كانوا حنا يقولوا لنا انتم الجاليه الكاميرونيه باسكو عطينا لهم الحقيقه، قلنا لهم باللي الماتش ما يتعاودش. نفس الناس هذوما اللي كانوا يتهمونا احنا في الوطنيه تاعنا بالامس كانوا يناصروا المنتخب الغيني. جميل نعطيك والله العظيم غير كانوا يناصروا المنتخب الغيني والله على ما اقول شاهد. كانوا يناصروا المنتخب الغيني. انا على الاقل ولو اني كنت نختلف في الملعب او برا امين. في الملعب كاين لا في الملعب ما نقولش في الملعب باسكو كاين ناس مساكن اللي بكروا راحوا. شفتهم انا البارح السخانه، جست على الملعب البارح وانت كنت معايا، جزنا على الملعب. شفت الوقت اللي جزنا عليه مبكر، لقيناهم ساكن في السخانه ينتظروا. انا ما نشككش كاع في هذوك اللي كانوا في الملعب يروح في هذاك الوقت في السخانه يتحمل هذاك اسمح بي تقول برا تلاقيت بانصار. كاين بزاف محمد اللي كانوا مع غينيا وهم على بالهم ما يكذب ويقول لك انا راني مع غينيا. انا كاين اللي صارحوني والله العظيم غير بزاف صارحوني. هذه كارثه. باعتباري صحفي اسمعني خليني نكمل عمي محمد. تفضل. باعتباري صحفي كاين بزاف عباد صارحوني رانا مع غينيا ونتمنوا الخساره للمنتخب الوطني الجزائري. ان شاء الله يخسروا. خلينا من هذه. انا يا اخو العزاد والعباد اللي كانوا يتهمونا في الوطنيه تاعنا، انا اخي العزيز مام كنت هنايا كنت نصرح باللي راني نخالف الناخب الوطني في الطريقه تاع اللعب تاعو. انا ما نافقش، ما كنتش نتخبى، بصح كنت ناصر منتخب بلدي. ما كنتش نتمنى المنتخب الوطني الجزائري يخسر. انتم اليوم راكم تتمنوا المنتخب الوطني الجزائري يخسر وكنتوا فرحانين. كاين منهم قلت لك كما قال لك ميدو، انا ما نحددش الاشخاص، من الناس على بالهم شكون اللي كانوا البارح فرحانين بخساره المنتخب الوطني الجزائري امام المنتخب الغيني. هذا الامر انت في ميزك ما ياثرش على المنتخب الوطني الجزائري، ياثر. اللاعبين راهم يحسوا باللي ما كاش امان في المنتخب. تغلط تخلص. البارح ابراهيمي مثلا ضيع كره واحده خرج من اللقاء. بونجاح ضيع كره واحده خرج من اللقاء. علاش؟ باسكو على بالهم بهم يستناو فيهم وراح يطيحوا عليهم. كاين بزاف عباد قلت لك اللي البارح كانوا يناصروا المنتخب الغيني. تفضل. نعطيها لك لامين، انت حتى محمد نعطيها لك. منذ ما خرج التقرير المالي تاع الجمعيه العامه تاع الاتحاديه وهما يتلقاو في المشاكل. ما خرج التقرير المالي وهذوك اللي دات تاع 800 مليار 5 ملاير بيتزا كاري. خليني ما نهضرش على 5 ملاير ولا نهضر على 800 مليار منذ هذاك الوقت، والاتحاديه تاخذ في الضرب باش يكسروا. هناك اشخاص يشوشون على الفاف بيان سير وعلى المنتخب. بيان سير. اشخاص مؤثرين فاعلين او مجرد انصار. انصار كانوا فعالين في الكره الجزائريه.
ويعملون الان ضد مصلحه الكره بالطبع الجزائريه. يعني بيان سير وتكلم عليها امين. انا قلت لك ملي خرج التقرير المالي، أنا اشخاص مثل هذو يجب على رئيس الفاف ان يفضحهم امام جماهير الجزائريه. ملي خرج التقرير المالي انا محمد، نقول لك هذا الاشخاص اذا راهم يكسروا في المنتخب او يعملوا ضد المنتخب فانهم يعملون ضد الشعب، لانه هذا المنتخب يمثل الشعب الجزائري، مثل الشعب الجزائري، وراهم يعملوا ضد الجزائر، لان هذا المنتخب في الاول والاخير يسمى المنتخب الجزائري. والمبدع يجب على وليد صادي ان كان هناك اي اشخاص يضربون تحت الحزام او يلعبون في الظلام او يمارسون لعبة كسر العظام، عليه أن يفضحهم بالاسم واللقب والعنوان والسكن أمام الشعب الجزائري حتى يعرفهم الشعب الجزائري بأسمائهم. المبتغى تاعهم هذو راهم يتحدوا في الجماهير، يتحدوا في الدولة، يتحدوا في الفاف، يتحدوا في كيانات رسمية، ويعملوا على كسر المنتخب ويعملوا على التأثير على المنتخب اللي هو واحد من الكيانات اللي يرسم البسمة ويصنع الفرحة في أوساط الشعب. محمد، والمبتغى تاعهم والهدف المسطر تكسير الاتحادية، تكسير المنتخب الوطني باش يوليو. إذن أصبحت يعني لعبة كسر عظام من أجل مصالح شخصية، والضحية سيكون المنتخب الوطني. هذه غير في كرة القدم، هذه في المجالات كامل، وكرة القدم ليست استثناء. نعم. من البكري في الاتحادية الجزائرية، اسمعني، من البكري في الاتحادية الجزائرية دائما كاين هذه التصادمات. المشكل الآن لازم وليد صادي يتصرف بحكمة برازانة، اني حسب رايي واش راني نشوف كاين وين هربت له شوية محمد. تحس باللي ما حماش المنتخب الوطني مليح، اثر بزاف على المنتخب، هذا الضغط هذا اثر بزاف على المنتخب الوطني الجزائري. لازم رئيس الفاف لازم يحمي المنتخب الوطني الجزائري، يحطوا في معزل عن هذه الامور اللي راهي تصرى. كاين اشخاص لا ما يديهمش للدار ميدو. اسمعني ميدو، اسمعني، راك رئيس اتحاديه، عندك بعض القرارات اللي لازم تتخذهم. من بينها ما عندي ما نقول لك، انا مانيش رئيس اتحاديه، انا رئيس الاتحاديه نوري لك القرارات اللي نتخذهم. عندك قرارات مفصليه اخي العز لازم تتخذهم. اذا كاين اشخاص لازم تبعدهم، واذا كاين اشخاص لازم تجيبهم يقدروا يفيدوا المنتخب الوطني الجزائري لازم تجيبهم. واذا كاين لاعبين، دوك انا باغ اكزومبل بالليلي ولا محرز ولا اذا راك تشوف اللي مازال يقدر سليماني بيان سور مازال يقدر يفيد المنتخب الوطني الجزائري، مازالوا لاعب المنتخب الوطني الجزائري تردوا. مالغري انا راني مع بيتكوفيتش كيستبعد بالليلي، وقلتها انا راني مانيش نقول لي يستبعدوا نهائيا، قلت هذه صفعه باش يفطن برك، هذا ما كان اسمعني باش يكون عنده رد فعل. البارح كان حاضر في الميدان، كان حاضر في الملعب بالليل، يتاسف باسكو انا على بالي باللي يتاسف هو كاس العالم. اسمعني ماشي على كاس العالم، باسكو على باله باللي البارح كان قادر يمد احسن من بالرحمه في الميدان. علاش يا اخي العزيز ما تنضبطش وتسير المشوار الاحترافي تاعك بطريقه احترافيه؟ اخي مازال نسحقك في المنتخب الوطني الجزائري. يا لامين ببساطه كاين تصفيات حسابات اليوم. هل بيتكوفيتش غلق الباب على محرز سليماني وبالليل عاود قال البارح قال انا ما استبعدتهمش، ولكن طرف اخر قال لك هذا تصفيات حسابات، راهم ينحيوا اللاعبين اللي كانوا في العهده الماضيه. هذو لاعبين جزائريين. يقول لك ينطق السفيه بما فيه. نعم، نريد أن نتحدث من الناحية التكتيكية، نريد أن نضع أصبعنا على الجرح. ما الذي لم يسير بشكل جيد أمس في المنتخب؟ تحدثنا ميدو عن حارس المرمى، يجب أن نتحدث عن الدفاع. ميدو تتلقى 7 أهداف في آخر 3 مباريات، هذا شيء كبير، هذا شيء كثير. 2 ثم 3 أهداف ثم امس هدفين. شوف في كرة دفاع ضعيف، حارس ضعيف، ومنظومه دفاعيه ضعيف، وقلب هجوم ما كاش، منظومه دفاعيه ضعيفه، وارتداد دفاعي اضعف. كارثه الارتداد الدفاعي. شوف امس كان فيه ثنائيه ماندي وتوغا. اوكي، حنا كنا نلعبوا نسيو نخرجوا افيك دي اونيتيليزون دي باس كورت، يعني تمريرات قصيره، ونحاولوا كيفاش نخرجوا. في بدايه الامر حاولنا نروحوا في العمق ما قدرناش، سيتي بيان سودي يافي 5 براتيكمون كتولي 5 4 1. امشي على الاجنحه، حاولنا نمشيو على الاجنحه، لكن لما تحاول تمشي على الاجنحه اي واحد اليوم يلعب مباراه حتى في الحومه تقدر تاخذ قرار تروح تمشي على الاجنحه، انك تمشي تروح تلعب على الجناح. اسكو تا لي زوتي بور باش تلعب على الجناح، باش تلعب على الاجنحه؟ كانوا عندك الجهه اليمنى. نضم سمح لي ميدو عطال، شفتوا امس عطال؟ خليني ما نتكلمش على عطال. نضم تقول الجهه اليمنى. الجهه اليمنى الجهه اليمنى كان بنزيه. لما تجيب واحد كيما اسمه حاج موسى
وما تعطيلوش كيفاش لعبوا في كومبالا حاج موسى؟ حاج موسى اسكو لا ايتي بون في لي دو شونس اللي داهم لي دو بروميير؟ شحال لعب؟ صح مهما كان خير من وشحال ما لعبش، لعب رومبلاسون في دي ماتش اميكو، تجيبو في ماتش اوفيسيال ديراكتومون يلعب تيتولار. انا جيت هل جا اليوم هي مكان بنزيه؟ علاش في المباراتين الماضيتين قدم اداء في المستوى هل ترك لما كانت الكرات توصل؟ شوف انا الاخطاء التكتيكيه اللي شاهدتها امس. تفضل. لما حاولنا نروحوا على الاجنحه ما كانش عندنا باش نستعملوا. اولا لما كاين واحد السيستم تستعمله في اللعب، يا اما انك تستعمل الاظهره ديالك وتوبليج لي دو زيلي ديالك انهم يلعبوا في لي زانترفال في هذا لو مومون لي زاريار يلعبوا اوترونس اوفونسيفمون، ولا تستعمل سياسه التجميع في جهه ثم بعد ذلك تغير نحو الجهه المقابله وين يكون عندك ان جوار توجور كولي على لين باش يدير لك الفارق في الواحد ضد واحد. حنا امس لا بنزيه دار الفارق واحد ضد واحد، لا ابراهيمي دار الفارق واحد ضد واحد، ولا بن رحمه اون بارل با سي با اون بروميير. دونك il est fidèle à lui-même في لا سيليكسيون. دونك دون تو لي زاريار لاتيرو ديالك ما كانوش ملاح، اكسو سوا عطال اكسو سوا ايتنوري، باش ما نطيحوش برك على ايتنوري ولا على عطال برك، في زوج ما كانوش. الور لا عطال ديفونسيفمون بوتيتر كو ايتنوري كشي يقولوا دوكا بالفرنسي لا ايتي مارون ديفونسيفمون اوفونسيفمون، مي ديفونسيفمون يافي با قاسي سعيد ما كانش كاين اخطاء كثيره. اسمح لي حبيت نقول جات منها اهداف، لكن من الجهه المقابله نوليو ايتنوري. ايتنوري في بعض الاحيان لما يطلع اولا لعبنا ديمارينا بوا مور، طوموبيل كتكون بوا مور وكملنا بوا مور، ما زدناش كاع في السرعه. ياك تي داكور السرعه قعدت في الصفر. ايتنوري كل ما يطلع يصيب الجهه تاعو مغلوقه، يا ابراهيمي يا بن رحمه يغلقوا له الرواق. كيفاش حاب يطلع لقدام من بعد؟ ما كاينش. واش قلت انا؟ ما كاش الجهه اليمنى بنزيه كولي على لين ابخي اون لو دوموند انه اشاك فوا يدي لا دياغونال كيروح عطال توزيعات صحاح ما كاش، تغطيه دفاعيه ما كاش. البروميي بوت كي شفنا كيراسي خدا الكره لما خداها في عمق الدفاع، لما سدد عطال يتمشى، اللاعب جاب بعده خدا الكره الثانيه وسجل. في الهدف الثاني اسمح لي خويا ما سي با كوم سا ما اسمح لي مع احتراماتي ليه قدم ومد وما نعرفوا لا بيرسونالمون ما عندي لا حاجه كونترو بيرسونالمون، بصح تروح ترد الكره سور ان فلون بهذيك لا فاسون. نو خويا خرجها كورنر. لو ايتي ميو انك تمدها فلو ديسوندونت هكذا باش تجي على لا فراب ديراكتومون، واللاعب تاع غينيا لو جيست تكنيك كان بارفي ليكيليبر دو كور، ضرب الكره جيدا وزيد من هذا ما كانش كاين حارس مرمى. وكاننا نشاهد مباراه لاكاديميه بارادو لما كانوا يملؤوا لهم الجمهور ملعب حيدره، يلعبوا فقط بدي جوار دو شون، يافي با غارديان دو بوت. ستاج اللي فات سيتي لا ميم شوز، وهذا ستاج رانا لعبنا اليوم مع لاغيني سي لا ميم شوز. نتمنوا